ما تصدقش كل اللي بتشوفه، لأنه ممكن جدا يكون مش هي دي الحقيقة. عندك مثلا الراجل اللي ظهر في الصورة ده، أبو الريش، ده الاسم اللي اتعرف بيه في لبنان. ملابسه قديمة جدا زي ما انت شايف، ريحته وحشة جدا، الناس كلها اتعاطفت معاه وبدأوا يعطفوا عليه ويدوا له اللي فيه النصيب. ومن مكان لمكان في بيروت لغاية ما استقر تحت المبنى اللي كان فيه منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. أبو الريش ده كان حاطط جهاز إرسال صوتي دقيق جدا وبعيد المدى تحت هدوء، كان بينقل للموساد دابة النملة في المكان ده كله، مين طالع مين نازل مين ضيف داخل المكان. للأسف الشديد حتى الموظفين بتوع منظمة التحرير كانوا بيدوا اللي فيه النصيب. مرة ياسر عرفات بنفسه أحسن إليه، ولا محتاج بقى يكتب ولا محتاج مراسلة، ليل ونهار قاعد لك في الشارع. والباشا ده كان واحد من أهم العناصر الرئيسية في غزو لبنان. اتعرفت بقى إمتى هويته وحكايته؟ لما الناس اتفاجئوا وقت غزو لبنان بدبابة إسرائيلية داخل المكان ده، والملازم اللي بيسوقها بيدي التحية العسكرية للأخ أبو الريش. خد عندك المثال التاني ده، بعد الثورة الليبية اتقبض على واحد هناك اسمه أبو حفصة عن طريق الجيش الليبي، دقن طويلة، حافظ للقرآن كله، حافظ الأحاديث النبوية اللي في البخاري بالكامل، يخطب الجمعة هناك، بيفتي في الدين للناس. الراجل ده لما زع صيته هناك لم حواليه مجموعة من المقاتلين في ليبيا، وأقنعهم بأنه مفيش سبيل للنصر إلا باختراق الحدود المصرية وإسقاط الدولة المصرية. لما المخابرات المصرية قبضت على مجموعة منهم لما اخترقوا الحدود، اعترفوا على الراجل ده. لما المخابرات المصرية عملت شغلها، اتضح إنه ضابط في الموساد الإسرائيلي برتبة مقدم واسمه بنيامين شاول. بعدها المعلومة طارت للجيش الليبي اللي قبض عليه وسجل له اعترافات كاملة. في النهاية زي ما قلت لك، ما تصدقش كل اللي بتشوفه، لأنها ممكن ما تكونش الحقيقة.